يوم القيامة هو اليوم الذي يؤمن به المسلمون، والمذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث تنتهي الحياة الدنيا ويبدأ الحساب والجزاء. ونحن نعلم أنه في النصوص الدينية وردت بعض أحداث يوم القيامة كما تعلمون. وأنا أخبرت الذكاء الاصطناعي أن يتوقع هذه الأحداث ويصنع لي فيديوهات تشابه الأحداث. وهذه المشاهد هي من صنع الذكاء الاصطناعي فقط، ونحن نعلم أن يوم القيامة أعظم من هذا بكثير، لا تستطيع أن تلخصه في فيديو. والله أعلم. والآن لنبدأ. النفخ في الصور. ينفخ إسرائيل في الصور نفخة الفزع فتتغير معالم الكون، ثم نفخة الصعق فيموت كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخة البعث فيقوم الناس للحساب. البعث والنشور. يبعث الناس من قبورهم ويحشرون إلى أرض المحشر، وهي أرض مستوية ليس فيها معالم. العرض والحساب. يعرض الناس على الله وتنشر الصحف التي تحتوي على أعمالهم، فمن أعطي كتابه بيمينه فهو من الناجين، ومن أعطيه بشماله فهو من الهالكين. الميزان. توزن الأعمال، فمن رجحت حسناته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته دخل النار إلا من رحمه الله. الصراط. جسر منصوب على جهنم يعبره الناس بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يسقط في النار. الحوض والشفاعة. يرد المؤمنون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شرب منه لم يظمأ بعدها. وأيضا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. وأخيرا الجنة والنار. يدخل أهل الإيمان الجنة دار النعيم، وأهل الكفر والمعاصي إلى النار إلا من غفر الله لهم. أخيرا، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك، لأننا سننشر مقاطع أخرى وستكون أفضل بإذن الله. إلى اللقاء في حلقة أخرى.